يقول لكم أهلا بكم في تجربة مطعم صيني. الطعم بتاع زمان. وطلبنا شوية حاجات من هابي باندا ب1500، ونبتدي بالتشيكن اويستر والنودلز. زي ما انتم شايفين اكل صيني. المنظر غريب. هل احنا كمصريين اصلا المطعم ده فاتح قدام فرع مدينة نصر؟ هل احنا بالنسبة لنا دي حاجة احنا نشتريها وناكلها وليها ناس عندنا، ولا زباين صينيين بس؟ يلا بينا. واحدة كمان. هي عبارة عن صويا صوص، في صويا صوص واضح قوي وخلطة وبهارات وفي فراخ. الطبق ده كام عندك يا باشا؟ 130 جنيه. هنا فراخ بالبصل وصوص وحاجات كده. بسم الله. بص الطبقين دول النودلز كويسة وطعمها حلو، لكن الطبق ده شعبتيش ومشعب. يقول لكم مش حلو خالص. طلبنا تشيكن سويت اند ساور، ودي المعروفة عندنا كمصريين بناكلها عادي، ورز باللحمة. انا هموت واعرف بقى بياكلوا الرز بالبتاع ازاي. انا عايز اعرف بتاكلوا بيها الرز ازاي؟ لحمة راس دي ولا ايه؟ خش على السويت اند ساور. شوية سويت اند ساور حلوين دول بالنسبة لنا احنا 10 من 10. الرز عليه ذرة واللحمة عليها حاجات كده ايه. طبقين بالنسبة لي حلوين. ناخد شوية سويت اند ساور صوص كده، تحط على شوية الرز وتاكل معلقة كده. الرز طعمه حلو قوي، سويت اند ساور حلو قوي من بتاع زمان. يا طبق سويت اند ساور من بتاع 6 و6 ايام زمان. الحاجه الحلوه المشطشطه المحبشه بقول لك ايه. بص على بعض. عايز اقول لك معلومه ان ده سويت اند ساور تاني، بس ده فراخ، واللي انا كنت باكله التاني كان لحمه. اقول لكم على حاجه مش بهزر، ان انا بالنسبه لي سويت اند ساور مقبول. شوربه صيني ضربت في دماغي. اخيرا طبق دمبلينجز، ما اعرفش الدنيا معايا في الاسماء على الايه مسقطه في الصوص اللي جاي معاها. سمبوسه بس عامله نفسها صيني. ودي ايه انا مش فاهم. هي فيها فرمه فراخ من جوه. نختمها باصل البوبه بقى. يعني لفينا مصر وشربنا بوبه في كل حته، نشرب عندهم بوبه بقى. دول اصل البوبه. بوبه حلو، طعمها حلو قوي، طعم المانجا فيها حلو قوي. هو قريب للميلك تشيك بس مانجا، فاهم؟ مع بوبه كده طعمه لذيذ. وفي النهايه البوبه حلوه، نودلز حلوه، الرز حلو، سويت اند ساور مقبول بالنسبه لي. هي تجربه اكل صيني مع احترامنا للشعب الصيني 100%، بس احنا مش واخدينها على الطريقه دي. هي طريقه غريبه شويه. البوبه انا ممكن اروح اشرب البوبه تاني، ممكن اكل نودلز تاني، رز تاني. ده بالنسبه لي اكله. هي تجربه يا جماعه مش اكتر. اوعى يعني ايه انت مالكش في القصه دي ابعد خالص. انا اصلا مش عارف ممكن اجرب التجربه دي تاني امتى، ولكن يلا كان معاكم هاني فود. سلام.